نعم. وأنت إذا نظرت حتى إلى مفردات حياة الصحابة رضي الله عنهم وتأخيهم بعضهم مع بعض مع حرصهم الشديد ألا يغضب أحدهما الآخر إلا ما يكون من الجبلة، شيء من الجبلة، يعني ما الصحابة كلهم حتى مثل تعارك المصارين في البطن، وهذا الجبلة، هذا أمر طبيعي. هذه من الجبلة، لا يعاب المرء لا يعاب عليهم، لا يعاب المرء به، لكن هم فيما بين أنفسهم بسبب هذا المجتمع الذي على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تجد مثل هذا الذي نحكي عنه، ولا عشر الذي نحكي عنه، ولا قريب من الذي نحكي عنه. نعم. لكن سؤالك، احنا نقرأ في حياة الصحابة أو التابعين أو تابعين، نيجي ننفذ ما نعرفش. نعم. أنا عايز أقول لك النظر في حياة الصحابة أسهل بكثير. أنا أنصح من أراد أن يتأسى فليقرأ في حياة الصحابة دون التابعين وتابعيهم. ليه؟ نعم. حياة الصحابة كانت سلسة، فيش فيها تعقيد، كانت قلوبهم قوية قواها الإيمان. يعني ما رأينا في الصحابة مثلا أن يصعق إذا قرأ القرآن. النهاردة احنا بنشوف ناس إذا قرأ القرآن يغمى عليه، وحدث هذا من أيام سعيد بن المسيب. نعم. رحمة الله عليه، قيل له إن أقواما إذا قرأ عليهم القرآن صعقوا، قال فليأتيني أحدهم ويجلس على جدار وسقرأ عليه القرآن فإن سقط فهو صادق، كانوا يقول أنهم يدعون. لكن فيه ناس فعلا، يعني يحيى بن سعيد القطان كان يصعق إذا سمع القرآن، وأحمد بن حنبل تلميذ يحيى بن القطان يقول ولو استطاع يحيى أن يردها لفعل. لو قدر يمسك نفسه وما يغماش عليه ولا يظهر عليه هذا التأثر لفعل، ولكنها خرجت من نطاق تحكمه. قلبه ضعيف، قلبه ضعيف. يعني عائشة رضي الله عنها تقول فيما ينسب إليها إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال، إنما إذا سمع القرآن يزداد به إيمانا تقشعر جلودهم وقلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. فعشان كده تأسي بالصحابة رائع.